يما المفتي مش يبدأ. السيد سماحة مفتي الجمهورية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكافة الشعب التونسي. هل علينا شهر رمضان هذه السنة؟ شهر التآخي والتسامح والتآزر، شهر الصيام والقيام. أول أيام رمضان هذه السنة سوف يكون موافقا إن شاء الله إلى يوم ما قالش مازال يظهر لي تو مش يقول المغفرة من كافة الذنوب والتحرر من قيود الشياطين. يظهر لي تو. ومن ثم انتشر الإسلام في سنة 1150 ميلادي قبل الهجري، ثم مات الكفار جميعا عليهم اللعنة. لحظة هو مش يقول يا أخي أنا نتكلم. أين هي الأمطار؟ لا توجد الأمطار، وذلك من ذنوبنا لا شك فيه، ولكن علينا أن نقف جميعا وراء رئيسنا وحكومتنا من أجل أن ندخل مباشرة في الأعجوبة الحائطية، الأعجوبة التسلم الصناعي، وتحط البطاطا والفلفل والبطاطا في ساعة الزرايا خاطر من بعد تتحل دول ندرك فين نزلت. ولابد أن نعرف جميعا أن اللات والعزى قد كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكونك أنت يا سيد؟ شكوني أنا الشعب التونسي الكل. يا خالد ما تقولش رمضان راهو غدوة ولا بعد غدوة. يجب أن تعلم يا ابني أن المقدمة هي عماد الخطاب الديني. غدا هو أول أيام إن شاء الله. لا نفدلكوا عاد، ما نحبش يدخل رمضان فما شكون مغشش عليا باهي، دونك نفدلكوا مع كامل احتراماتنا للناس الكل. هيكون عام وانتم بحيين بخير. عاد جاء رمضان والجو نتاع رمضان ريتو حتى قبل ما يدخل رمضان تحس هكا في البريود هذيا فما جو سبيسيال، تحسوا العباد الكل قاعده تحضر في روحها وقاعده تستعد للشهر هذا. اما قاعد كل واحد وكيفاش يحضر روحه. فما عباد تلقاهم يهتموا ويستعدوا للشهر هذايا بشريان الماكله، اللحم، الخضره، لازمني حكة ب10 كيلو وكان يوفى علينا الجازوز. الحرب قادمة وعلينا أن نقتاتلها يا أبا قتادة. مانيش باش نحكي عليهم العباد، لا مانيش باش نحكي عليهم، مش نحكي على العباد اللي يحضروا روحهم من رمضان قبل 40 يوم. الأسطورة متاع 40 يوم هذه تقول إذا كانك مجمع اللي لازمك تبطل قبل 40 يوم. يا اخي عليها 40 يوم وبربي كي نجي نطبقوها الحكايه دي كيفاش تصير؟ برص امك يجي ما تسنديش الشيخ، برص امك يجي من الباب. برص امك انت عمرك ما صدقني، ديما هكا ديما. عيبال ولا تشوفونا بالله وقتاش سهريتنا نتاع العاده نعملوها غدوه. لازم غدوه خلينا نكلموا البنات ونعملوا جونا نتاع العاده. شنو تو؟ كما سهريه نتاعكم. تعرفوا رمضان قداش مازال له؟ قداش؟ 40 يوم. واش حكايه اللي تبطل الشرب ولا 40 يوم؟ علاش 40 يوم؟ هي هو المرأة اللي يموت رجلها تقعد حزين عليها 40 يوم لازم. واش دخلتها في ما عادش. اما هكذا لازم نبطلوها. انا قريتها الحل اللي مليون الليل العيد. الحمد لله ولا ما تفهمنيش بالغلط، راهو ام نوت جادجي، نعمل اللي تحب. هو انا العبد الفقير المتواضع لله قبل ما يدخل رمضان تلقاني لا والله مانيش خارج القهوه. كل واحد يستغل رمضان هذا في حاجه باهيه يتقرب من ربي ولا حاجه. يلا باي. باي جزاك الله خيرا. اما بعد كي يدخل رمضان سيف قوم يا ولدي، ما قلت لي قيمني ما تخلينيش راقد النهار كامل. ايه يا سيف عاد قوم ما تخلينيش نكعب. راني تسحرت ورقدت. وقت الحين يما قلنا لا يا نيجي نجي ما بحبكم ما يجي والله ما يجي اللي بالك تفهم يزي مزال يزي ملعب صار هذا هكا وهذا هكا وهذا هكا وهذا في المعد وهذا يلك وهذا العميمه وهذا الخليل. ما بقاش كلمه وسخط. اسمع انا ما نحبش نعمل معكم هكا في رمضان، اما الزيتون يلا غلط كبسه. اما بالله دقيقه صمت وحزن واسى والم شديد على العباد اللي قاعده تعدي في الاكزامانات والبي اف او والباك والكونترول في رمضان. وسيرتو الباك يا معلم، تعرف اللي سنا مش يعديو بون نهارين برك باش يجيو في رمضان، اما عام الجاي الباك كامل في رمضان وما عندكمش الحق تفطروا. لا والله نحكي بالرسم ما عندكمش الحق تفطروا. لا وجد ما عندكمش الحق تفطر. اما انا متاكد راهو اللي في كل كلاس سيرتو في هيك الاكزامانات الطويله نتاع 3 و4 سوايع باش تلقى شكون. Allez, il vous reste encore 16 minutes. 1 plus 1 est égal à sinus moins 1. Ahmed, Ahmed,
قد شقيت ريزلتا سينيس موانزان شنو يا ودي راهو دفوار عربية وفي توجي من الحس تو وفي توجي من الحس امس انا والله ماني راقد ما نعمل شيء نعرف اللي طقس سخون والتركيز صعيب كي يبدا الواحد جيعان اما لا غلط ما تنجموا تاكلوا شيء صايمين تاخذ شوية في ساعة تعدى ويلا تركيز انا نقول الخوارزمي انا شبيكا اسمع انا خطتي في الصيف مانيش مستعد نتاع كونترول يلزمني نركز سامحني بس بسم الله لا والله جو رمضان ما تحكي حتى حكايه والله يتعدى وجو مش نورمال واكثر حاجه تعجبني هي اللمه نتاع الفامي في شقان الفطر مش نورمال جيت باش نقعد نتفرج في تصرفات العباد العجيبه في شقان الفطر جيب الكازوز يجيب لي الشوربه يجيب لي الشوربه يمين ناكل قبل الشوربه ناكل سلطه قبل الشوربه هكا باذن الله زيد اشرب الماء زيد اشرب الماء ايه جيب احمد ربي انت لا تطلع روحك ايه وين التمر عمل دوقتوا التمر ولا وبالله ملاحظه بسيطه كي نحكي على حاجه كيما هكا في اي فيديو على الفامي راني مانيش نحكي على الفامي نتاعي باهي هذا البرنامج راهو من وحي الخيال مانيش نحكي على الفامي نتاعي ما غير ما تهز التليفون وتمشي لامي اسمع انا والله تفرجت في الفيديو نتاع فايف والله يعطيه الصحه معلم على الاخر اما راهو يشيط مش كل شيء يقولوا صحيح احنا كيف نجيو ما نعملوش هكا كرا اما فما راهو برشا عادات سيئه يجيو مع رمضان ومن العادات السيئه هذيك الكل اخترت واحده برك مش نحكي عليها على خاطر فريمون مش نطرشق سي الاسطوره تقول انه الشاب الخاطب المسكين لازم يهز الموسم ليله 27 لخطيبته والدار نسيبه واللي نسيبه بالطبع هيك هي الاصول شنو ما جبت شيء من عندي باهيشي تو والشاب اللي في البلاد هذه ما شاء الله علينا يجعلوا شيء يعشي روحه باش يعشي اهل امها ايه يا ابني ومال سايب اهم انتو انا مش ننزل الموسم الدار نسيبي الاكثريه مش يكون حاجه كيما هكا يعيشك والله يعيشك صحة شريبتك يعيشك صحة شريبتك والله يا عمي هذه حويجة بسيطة بمناسبة ليلة 27 وهذا موسم مرحبا بولدي والله احنا نفرحوا كي نشوفوك راه ما يهمناش في الامور الاخرى الكل حويجة بسيطة راهي ما عندها حتى معنى ايه جبت لنا ملف كعبتين بطاطا يا عمي راس بصل يا عمي جبت لك حاجة تحبها بعد الماكلة باكو تي يا اخي ماش الحمام تو هذا كلام يا عمي ننسى الحم انا تي اصول راهي نعرفها صح جبت لك جيجو كامل هيا يا عمي تفضل عشان ابوها يتسمى يا عمي وجبت لك حاجه اخرى يا عمي ان شاء الله تعجبك جبت لك فقوسه يا مرت عمي شبيك تغششت شي ما بيا لا يا مرت عمي بالله والله حتى جبت لك فقوسه هاي وعلى كل شهر تكونوا عجبتكم الفيديو كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله رمضان يتعدى لكم جو لاحظوا لا ندعم اللباس التقليدي لا ما ندعمش شوف ندعم اللباس التقليدي نتاع بلادي ملاحظه صغيره برك فما عباد يلبسوا الجبه كل نهار لا مش في المناسبات كل نهار هكا يلبس جبه فما حوايج كي تعملهم وانت لابس جبه ما يجيش اسف ما عندك ستوك راه اسف ما تخص علينا احنا نموتوا احنا حبساك نموتوا مش صوتي كاف Is it too late now to say sorry؟ أيوة ولاد الكو أنا ماشي باي نحب نكبري يلا بالرسمي تو كل عام وانتم حيين بخير وإن شاء الله رمضانكم مبروك يلا تشاو